يلا بقى نقول مبروك. اتجوزتي وعشت كل الأحلام الوردية. انبسطتي انك اتغاضيتي عن كل العيوب اللي كنت شايفاها واللي كنت حساها بحجة انك بتحبيه ومتعلقة بيه. كنت فاكرة ان هو ده الفارس اللي هياخدك على حصانه الأبيض، وكنت بتضحكي على نفسك وتقولي انك هتقدري تغيريه، وفاكرة انه هيتغير مع الوقت. لا يا تعيسة زمانك، هو مش هيتغير. انت اللي حياتك وملامحك كلها هتتغير. رسالة هنا لأشباه الرجال: زي ما انت شاطر في لبس الأقنعة علشان تقدر تصطاد فريستك، احنا كمان شاطرين اننا نلعب معاك كل الأدوار في وقت واحد. فاوعى تستخف بعقلنا، علشان احنا بنقدر نعكس طباعك وأفعالك. فاحنا عندنا صبر ولا صبر أيوب. فبلاش تختبروا صبرنا، علشان في النهاية انتوا اللي هتتعبوا. اسمعوني كويس وركزوا معايا. مع الوقت والعشرة، الطباع اللي كنت مغمضة عيونك عنها بتبتدي تخنقك وبتنكد عليك عيشتك. تفضلي تعيسة طول العمر. للأسف انت اللي عملتي كده بإيدك. وزي ما قلت قبل كده ان الراجل واضح وصريح ولو لبس مليون قناع. خلاص، اللي حصل حصل. مينفعش تبكي على اللبن المسكوب. فتعالي أقولك ازاي تقدري تتعاملي مع طبع سلبي بشكل إيجابي. والكلام اللي هقولهولك مش من الخيال، ده من واقع وتجارب حياتي. من أكتر الطباع المؤذية في العلاقة لما يكون الشخص عصبي وهمجي وعنيد، ودول بسميهم التلات رصاصات القاتلة. زي ما في راجل عصبي في ست عصبية، دي طباع منقدرش نغيرها. الشخص العصبي هو الشخص اللي دايما بيغضب ويثور من أتفه سبب، حاسس على طول بالتوتر، جواه خوف وقلق من المجهول، مش قادر يتحمل المسؤولية. فالشخص ده لازم نتعامل معاه بهدوء وبحكمة. فلو كانت الست اللي معاك عصبية، فانت لازم تحتويها وتحسسها بالأمان. ولو كان الراجل اللي معاكي عصبي، فانت هنا برضو لازم تحتويه وسيبيه يخرج كل الشحنة اللي جواه، وبكل هدوء وثبات طبطبي عليه. الراجل برضو محتاج حد يحس بيه، حد يسنده. فكلنا بنتعصب وكلنا مضغوطين، فكل المحتاجين هو الإحساس بالأمان. فاوعي تفكري أثناء صورانه وعصبيته إنك تقفي قدامه وتردي الكلمة بالكلمة. واوعي تظهري إنك ضعيفة أو مكسورة. في الحالتين انت اللي هتخسري. ما عندناش مانع نستحمل العصبية، لكن استحالة نقبل الإهانة. أنا على فكرة كنت واحدة بقبل الإهانة وبستحمل علشان خاطر المركب تمشي، لكن في الآخر طلع الخسران الوحيد هو أنا. فلو الشخص اللي معاكي كان عصبي وهامجي وعنيد وبيمد ايده عليك وبيأذيك بالألفاظ، وانت بالنسبة له مجرد خدامة ولازم تنفذي كل اللي بيقوله حتى لو كان غلط علشان هو بس شايف كده، فأنا هنا بقولك اقفي واسلبي طولك وخدي القرار وابعدي. ولو ملكيش ظهر يحميكي، في قانون هيجيبلك حقك. فاوعي تقبلي الإهانة، علشان مفيش حد هيقدر كل اللي عملتيه، ومفيش حد بينفع حد. طيب لو كان الشخص اللي معاكي بينتقدك والنقد ده كان سلبي، كل اللي يهمه انه يقلل منك، تعملي ايه؟ انا عايزاكي تهدي وما تاخديش كل حاجة على اعصابك. خلي اعصابك باردة واحتفظي بهدوءك. انا عارفة الموضوع صعب جدا، لكن لازم تعرفي اللي بيعمل كده مش عنده ثقة بنفسه، وعايزك كمان انتي تفقدي الثقة بنفسك. فلو كنتي بتحبيه بجد يبقى انتي لازم تساعديه. قربي منه اكتر، اعتبريه ابنك. فالام هنا بتتعب، وجهيه وانصحيه بس بطريقة مش مباشرة. احتويه. انتي تقدري تاخدي عيون الراجل اللي معاكي وتملكي قلبه بالاحساس. خليه يحس بخوفك عليه، خليه يحس انه في ناس بتحبه، والطريقة دي هتخليه يخصمهم. دايما قوليله كرامتك من كرامتي. ولو هو بقى محسش وكان بيتمادى باللي بيعمله، يبقى خلاص، انتي كده عملتي اللي عليكي وكفاية لحد كده. ولو كان اللي معاكي سلبي وغامض وأناني، يعني هو شخص ما عندهوش مشاعر،
هتلاقيه مكبر دماغه عن كل حاجة بتحصل حواليه بيته. على عكس كده بيحب يعرف كل تفاصيل الأشخاص اللي حواليه. في بيته بيكون ساكت، بسميه الراجل الصامت، لكن بره بسم الله ما شاء الله بيرفكت، ما بيبطلش كلام. الحقيقة التعامل مع الشخص ده صعب جدا. قدامك حلين: يا تعملي زيه وهنا حياتك هتكون جحيم، يا تراجعي حساباتك وتبعدي عنه وتختاري سلامك النفسي والجسدي. العمر مش بعزقة. في النهاية خليني أقول، قبل ما تفكروا بالارتباط لازم تكونوا وصلتوا مرحلة عالية من النضوج. النضوج في العقل، في التفكير، في حل المشاكل، في إحساسك بالمسؤولية. علشان الجواز مش لعبة، ده مشاركة ومسؤولية. طريقة الحوار بينكم لازم يكون فيها فن وثقافة. الست والراجل كيان واحد ومشاعر واحدة، فاللي محتاجه الراجل هو نفسه محتاج الست. بلاش تخنقوا بعض بالأوامر والشخط والتهديد. خليكم أصحاب، اسمعوا بعض. زي ما الراجل محتاج طبطبة، الست محتاجة حد يسمعها. المشاركة بينك وبين مراتك مش هتقلل من رجولتك، بالعكس ده هي أساس الرجولة. عزيزي، حط الجملتين دول في ودنك واحفظهم. الست هتكون معك طفلة لما تحس بالأمان، وهتكون أم لما تحس انك طفل ومحتاج الدعم والسند، وهتكون معك راجل لما تحس انك ضعيف. والضعف هنا لما تعلي صوتك او تأذيها بالكلام او ما تسمعهاش او تعاقبها بالصمت العقابي. في الوقت ده انت اخترت تعاستك بايدك. الست هتكون معاك من غير احساس لما توصلها لدرجة الخوف منك، وتقدر تتعامل معاك باحترام وتقدير لما يكون راجل بجد يقدر يتحمل المسؤولية. عرفت بقى ان الست بتعرف تلعب ادوار كتير في وقت واحد؟ فاوعى تختبر صبر امرأة، علشان هي بتقدر تخرج روح من جوه روح، وده ألم استحالة انت كراجل تقدر تستحمله.